يا صباح الفل يا مساء الجمال عليكم على حسب ما بتشوفوا الفيديو. يلا بقى ايه جايبين لكم كده اي حاجه جديده. بسبوسه البرتقال. بسبوسه البرتقال ريحه وطعم تحفه. ريحتها مفحفحه، طبعا كلنا عارفين البرتقال بقى وجماله لما نيجي نعمل كيكه برتقال ولا كده. الريحه بتبقى قلب البيت ازاي. دي بقى بسبوسة البرتقال حاجة كده هشة قوي وخفيفة جدا، طبعا معمولة بالسميد وكده، فهتلاقيها هشة معاكي خالص وخفيفة غير الكيك خالص، والريحة والطعم تحفة. بصوا الجمال، شايفين؟ خطيرة خطيرة خطيرة. قلنا نجرب كده حاجة جديدة معاكم، بجد طلعت خفيفة جدا وهشة قوي. يلا نشوف عملناها ازاي. كله في الخلاط. هتجيبي الخلاط بتاعك، هتحطي 3/4 كوباية من الزيت، وهتحطي كوباية عصير برتقال، وهنحط بيضتين خلاص، وهنحط كوباية من السكر، وطبعا هنحط فانيليا. انا استعملت الفانيلا اللي هي بالبرتقال، تمام، عشان تعزز لي كده النكهة وتبقى ريحتها تحفة. لو مش متوفر عندك خلاص حطي فانيليا عادية، وهتضيفي بشر برتقال، معلقتين بشر برتقال، تمام. بصوا سهلة ازاي في الخلاط، كل المواد السايلة معايا في الخلاط. يبقى نقول تاني، هي كوباية سكر و3/4 زيت وكوباية عصير برتقال، وعندنا بيضتين والفانيليا. خلاص كل ده ايه في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. عندي كوبايتين من سميد اللي هو البسبوسة. انا خلطت بين نوعين، الخشن والناعم، او ممكن تخلطي المتوسط مع الناعم. خلاص عملت الاتنين ميكس مع بعض، وحطيت كوباية من جوز الهند، تمام، وحطيت معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة ملح، وبقولك ما تنسيش معلقتين كبار من بشر البرتقال. خلاص تمام كده. بس خلاص خلصتي بسبوسة البرتقال، تمام. طبعا البرتقال وجوز الهند الاتنين بيمشوا مع بعض، بيبقوا حاجة كده تحفة. خلاص بص هشة ازاي، خفيفة جدا غير الدقيق يعني. يبقى هنخلط بين سميد بيكون خشن وناعم، او متوسط وناعم. خلاص، والمواد السايلة كلها زي ما شفنا كده كانت في الخلاط. جبت صينية بقى دهنتها كده بالسمنة، ونزلت بالخليط بتاعي، تمام كده. بس كده. قبليها بقى انا كنت محضره الشربات بتاعي، لازم يكون بارد طبعا. خلاص يعني انتي بتطلعي البسبوسه البرتقال من الفرن، تسقيها بشربات بارد. خلاص شربات البارد اصلا في الوصفه يعني 1.5 كوباية سكر و4 كوبايات ميه، بيتغلوا لمده 10 دقايق. خلاص، ويتسقى بيكون بارد، الشربات بارد والبسبوسه سخنه، تمام كده. انا بقى طبعا حسيت ان 1.5 كوباية سكر كتير صراحة، فانا عملت 3/4 كوباية من السكر على 1.5 كوباية او كوبايتين مية. لكن لو انت حابة ان انت بالنسبة لك عادي 1.5 كوباية سكر، خلاص اوكي، ده الاساس. بس انا حبيت ان انا اقلل السكر فيها شوية، وطلعت والله حلوة يعني، مش محتاجة سكر، مظبوطة. يلا اشوفكم مرة تانية في وصفة تانية. باي.